Who are you? Just a guy. Just a guy. Did you kill 13 people? It would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco Why? because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people. Again, it would be improper for me to comment in any regard to that. ريتشارد راميريز هو السفاح اللي أكبر ضحاياه إنه يكون ولائهم للشيطان وكمان يقسموا بيه، يا إما كده يا إما هيقتلهم. واحد من أكتر الأسماء المشهورة في قائمة السفاحين في أمريكا وكمان في العالم كله، وده كان بسبب قسوته وعنفه في القتل، وكمان كانت كل الجرائم بتاعته بيرتكبها بالليل، لدرجة إنهم سموه المتعقب الليلي. وكمان كان بيعمل طقوس شيطانية للضحية قبل ما يقتلها، وبيرسم على جسمهم بعد ما يقتلهم نجمة الشيطان. سفاح مفيش في قلبه ذرة رحمة، ما عندوش أي إنسانية. قتل تقريبا 13 شخص في ولاية كاليفورنيا، وكل ده في فترة ما تزيدش عن سنة أو سنة ونص. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? Yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. يلا بينا نسمع الحكاية كاملة من البداية، بس مش قبل ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة، وكمان لو تضغط لايك عشان ده بيساعد في ان الفيديو يظهر لعدد اكبر من الناس. ويلا بينا نبدأ. ريتشارد اتولد سنة 1960 في إلباسو بولاية تكساس الأمريكية، وأهله كانوا مهاجرين مكسيكيين، وهو كان أصغر واحد في إخواته. وكان عنده ابن عم اسمه ميجل، وهو اللي كان ليه التأثير الأكبر في تغيير حياة ريتشارد وتحويله لمجرم مرعب وخطير. ريتشارد لما كان عنده 12 سنة، يعني كان مجرد طفل صغير، ابن عمه ده بدأ يتكلم معاه عن حاجات وأفعال هو عملها كانت في منتهى الإجرام والقذارة. ميجل كان من الناس اللي حاربت في الحرب الأمريكية على فيتنام، فكان بيقول له إن هو في الحرب لما الجيش الأمريكي كان بيسيطر على منطقة معينة أو قرية، كان بيستغل الوضع وبيعذب النساء الفيتناميات وبيغتصبهم. واللي أثر على ريتشارد أكتر إن هو كان بيوريله صور لنساء هو اغتصبهم وقتلهم. كان معاه ألبوم صور كامل لأفعاله القذرة. وريتشارد وميجل ابن عمه كانوا أصدقاء برغم فرق السن اللي ما بينهم، وكانوا بيشربوا خمرة ومخدرات مع بعض. فريتشارد بدأ يتأثر بابن عمه جامد من كتر ما هما ملازمين بعض وبيقضوا مع بعض فترات طويلة. اتأثر بيه في طريقة حياته وفي أسلوبه وفي تفكيره وفي تصرفاته. زائد كمان إن ريتشارد لما بقى عنده 13 سنة حضر وشاف جريمة بشعة هي اللي كانت نقطة التغيير في حياته بالكامل. شاف ابن عمه ميجل وهو بيقتل مراته بالرصاص قدام عينيه، والمشهد ده فضل معلق مع ريتشارد من كتر الصدمة اللي هو اتصدمها. وبعدها بفترة ريتشارد حياته بدأت تتحول وبدأ يتنقل لعالم الإجرام بالتدريج. بدأ إن هو يقتحم البيوت ويسرقها، وكمان ساب تعليمه في المرحلة الثانوية، وبعد كده سافر للوس أنجلوس وبقى مدمن مخدرات بشدة، واستمر في اقتحام البيوت علشان يوفر لنفسه فلوس يقدر يجيب بيها المخدرات. وكمان بقى مهتم بعبدة الشيطان، بدأ يقرأ لهم كتب ويدور عليهم ويمارس طقوسهم وكمان يجتمع بيهم. الشرطة كانت قبضت عليه لأول مرة سنة 1977، وده لأنهم لقوا معاه مخدرات، فنقل لكاليفورنيا، وهنا الشرطة قبضت عليه مرة كمان بسبب سرقته لسيارة. بعدها ريتشارد اتنقل من الاقتحام والسرقة لارتكاب أول جريمة قتل ليه سنة 1984. اقتحم بيت بالليل لسيدة اسمها جيني فينشو، وكان عندها 79 سنة، وقتلها عن طريق الطعن بعد ما اعتدى عليها جنسيا، وبعد كده ذبحها من رقبتها. ودي كانت البداية لسلسلة جرائم كتير التاريخ هيسجلها. في شهر مارس سنة 1985، يعني بعد 9 شهور تقريبا من الحادثة، هجم على سيدة تانية اسمها ماريا وكان عندها 22 سنة. هجم عليها وهي خارجة من بيتها، لكن لحسن حظها قدرت تهرب منه واتكتب لها عمر جديد. وهي بتهرب ضرب عليها نار من مسدسه، فجت في المفاتيح اللي في ايديها وهي بترفعها علشان تحمي نفسها. لكن صاحبتها اللي كانت في البيت حظها ما كانش حلو زيها، وكان في مصير بشع مستنيه. لما ماريا هربت، ريتشارد دخل البيت بتاعها ولقى صاحبتها مستخبية في المطبخ. أول ما بصت له وشافها ضربها برصاصة في دماغها، وكان عندها 34 سنة واسمها دايل أوكازاكي. وكمان ما اكتفاش بكده،
لأنه في نفس الليلة وبعدها بساعة واحدة بس هجم على سيدة تانية كان اسمها سان ليانيو وكان عندها 30 سنة. هجم عليها وهي في سيارتها وراح مخرجها منها وضرب عليها نار بمسدسه لحد لما اتأكد إنها ماتت. وبسبب الواقعتين اللي حصلوا في اليوم ده وسائل الإعلام اهتمت بالخبر ده بشكل كبير وبدأت إنها تتكلم عنه وعن شكل القاتل ووصفوه في كل القنوات تقريبا، والناس بقت في حالة ذعر وخوف شديد، وده لأن أساليب ريتشارد في القتل كانت بشعة جدا، وكمان ما كانش فيه وقت ما بين الجريمة والتانية. وبعد 10 أيام بس من آخر جريمة ريتشارد قتل واحد كمان اسمه فينسنت زازار وكان عنده 64 سنة، قتله هو ومراته ماكسين اللي كان عندها 44 سنة. ريتشارد الشيطان الآدمي ده شوه جسد السيدة ماكسين بطعنات كتير ومميتة، وبعدين رسم على صدرها الشمال حرف تي، وبعد كده خلع عينيهم الاتنين ورماهم جنبه. وفي خلال الوقت ده طبعا الشرطة كانت بتدور عليه في كل حتة لكن ما كانوش قادرين يوصلوا له. وبعد شهرين من آخر جريمة ريتشارد هجم على واحد تاني هو ومراته، والمرة دي كانوا صينيين كان اسمهم هارورد وو ومراته كان اسمها جين وو. هارولد كان عنده 66 سنة واتقتل برصاصة في دماغه من ريتشارد، ومراته كان عندها 63 سنة. ريتشارد اعتدى عليها بالضرب والاغتصاب بس ما قتلهاش ومحدش لحد دلوقتي عارف ايه السبب. ريتشارد هجماته الكتير واللي كانت في وقت صغير كانت السبب في انكشاف لغزه للشرطة، وده لأنه بدأ يسيب وراه أدلة تدل عليه، وكمان الشهود العيان اللي بدأوا يتعرفوا عليه من وصف الشرطة ليه. وسائل الإعلام كانت مسمياه ذا نايت ستوكر يعني المتعقب الليلي، والناس اللي قدرت تهرب من هجماته وصفته للشرطة بأنه راجل طويل من أصول أسبانية وشعره اسود وطويل. لكن كل ده ما وقفش ريتشارد وما كانش مهتم بان الشرطة ووسائل الاعلام والبلد كلها كانت بتدور عليه. في شهر مايو سنة 1985 هجم على سيدة اسمها ماليفال كلير وكان عندها 83 سنة. هجم عليها هي واختها المعاقة بلانش وولف اللي كان عندها 80 سنة، وكمان المرة دي سلاح الجريمة كان مختلف وبشع، كان مطرقة ضربهم بيها الاتنين لحد لما مات. وبعدين رسم النجمة الخماسية لعبدة الشيطان على فخذ ماليفال، وكمان رسمها على الحيطة اللي في أوضة نومها، رسم النجمة باستخدام الروج الأحمر بتاعها. الشرطة بعد الحادثة دي زودت عدد المكلفين بالبحث عنه وبدأت تدور على أي إشارة أو أي حد يدلهم على مكانه. بدأوا يستجوبوا مئات الأشخاص اللي قالوا إنهم شافوه أو اتعرفوا عليه أو اتعرفوا على سيارة، وكمان وسائل الإعلام كثفت البحث عنه عن طريق إنها طبعت صورته لما كان في السجن وبدأت تنشرها في كل حتة وتدور على أي حد يدلهم عليه. وفعلا الشرطة قبضت عليه بالصدفة في شهر أغسطس سنة 1985. ريتشارد كان بيحاول يسرق سيارتين في لوس أنجلوس، فالناس شافته وهو بيسرق ومسكته وضربوه ضرب شديد وبلغوا الشرطة عنه وعن مواصفاته، وفي خلال دقايق بس الشرطة قبضت عليه. الشرطة بعد ما قبضت عليه جمعت الأدلة وأقوال الشهود لحد لما اتأكدوا تماما ان ريتشارد هو المتعقب الليلي، وبدأت محاكمته بعد ما كانت بتتأجل كذا مرة قبل كده. وفي خلال محاكمته حصل موقف غريب جدا. ريتشارد الشيطان القاتل المجرم اللي مفيش في قلبه اي ذرة رحمة ظهر ليه أتباع ومؤيدين، بس مش هنستغرب قوي لما نعرف ان كلهم من عبدة الشياطين واغلبيتهم كانوا لابسين اسود. حتى ريتشارد كان لابس اسود وهو بيتحاكم وكان بيوصف نفسه انه شيطان وان تصرفاته دي كلها تصرفات شيطانية، وكمان كان بيعمل تصرفات شيطانية لعبدة الشيطان في المحكمة، وكان بيشاور على النجمة الخماسية اللي كانت مرسومة على ايده للكاميرا. وفي النهاية القاضي وصل لنتيجة الحكم على ريتشارد، قال ان ريتشارد مذنب في 43 تهمة، منهم 13 تهمة قتل و5 تهم بمحاولة القتل و11 تهمة اعتداء جنسي و14 تهمة اقتحام وسرقة. فحكم عليه بالإعدام في غرفة الغاز السام سنة 1989 في شهر نوفمبر. والقاضي قال كمان إن جرائم ريتشارد كان فيها قسوة ووحشية تفوق أي تصور بشري. الغريب إن ريتشارد ما كانش باين عليه أي نوع من أنواع الندم أو الحزن، وما كانش مهتم بان هو واخد حكم اعدام، واتحبس في سجن سان كوينتين في كاليفورنيا، وهيفضل هناك لحد لما يجي ميعاد تنفيذ حكم الاعدام فيه. وفي خلال الفترة اللي كان مسجون فيها حصلت حاجة غريبة جدا، بالتحديد سنة 1996 ريتشارد اتجوز واحدة من اللي كانوا معجبين بيه ومؤيدينه، واسمها كان دورين وعندها 41 سنة. والأغرب من كده كمان انه فضل مسجون لمدة 24 سنة
وهو محكوم عليه بالإعدام والحكم ما تنفذش، وفضل في السجن لحد لما مات سنة 2013 في شهر يوليو وكان عنده 53 سنة، ومات بسبب سرطان الغدد الليمفاوية. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تقول لي رأيك في التعليقات، وإن شاء الله يكون الفيديو عجبك.